جريمة بشعة في نجران. أخ يقتل أخته والسبب غريب جدا. هريدي يرحب بكم. لايك وتعال شوف الحكاية. بالأمس الاثنين الموافق 29 من شهر أبريل لعام 2024 جريمة بشعة حدثت في نجران. شخص يبلغ من العمر 18 عام من عائلة العفان في نجران قتل أخته الشريفة العفيفة أم جار الله سلمي البالغة من العمر 42 عام. سلمى جوزها مسجون من 10 سنوات ومعها عيال وبنات مع تربيها وأبوها ميت، فقررت إنها تشتغل عشان تربي عيالها، وفعلا قاعدة تشتغل وتربي عيالها، بس كانت تواجه صعوبة في الدوام في الشغل، عشان كده قررت إنها تشتري سيارة توفر عليها المعاناة. أخوها طبعا اللي عمره 18 عام واللي يعتبر في دور عيل من عياله رفض فكرة شراء السيارة. هي طبعا وقعد هددها، فهي تجاهلت التهديد بتاعه وقالت أول ما هيشوف السيارة مش هيعمل حاجة وهيبطل تهديد وهيركب السيارة. لكن بمجرد ما اشترت السيارة هو حسها إنها تحدته، فجاب الرشاش وراح ضربها ب8 طلقات قدام عياله، وهدد عيالها اللي هينزل فيهم يدافع عن أمه هيكون معاه. طبعا الجريمة بسبب العادات والتقاليد تم التكتم عليها بشكل غريب جدا، محدش يتكلم عليها خالص.